السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من في ألاس جيت اللي غتكون على الاعتراف بدبلومات التكوين المهني في ألمانيا. في المغرب كاين بزاف ديال الناس اللي تيفكروا يجيو يكملوا حياتهم في ألمانيا، يا إما يجي يدير فورماسيون اللي هي أوسبيلدونغ بالألمانيا، أو لا يجي يخدم في ألمانيا وشكون كره. ومن لي زيتاب اللي خاص الواحد يديرهم هي الاعتراف أو لا المعادلة للدبلوم ديالو. كاين الناس اللي عندها غير البكالوريا وتا هي ممكن الواحد ياخذ لها المعادلة من شول أمت ديال الريجيون اللي بغى يعيش فيها في ألمانيا. كاين تاني الناس اللي عندها دبلومات جامعيه او لا دبلومات مهنيه بحال ليستا او لا البي تي اس. في هذه الحلقه غندوي غير على اصحاب الدبلومات المهنيه، وان شاء الله في الحلقات الجايه غادي ندوي على اصحاب الدبلومات الاخرين. المهم الاعتراف بدبلومات التكوين المهني كيدار عند واحد الشركه سميتها ايهاكا فوزا، وهي شركه كدير ليفالياسيون والغوكونيسونس لي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل الناس اللي عندها دبلومات من برا المانيا. وهاد الشركه تتقبل كاع الشعب ديال التكوين المهني من غير الشعب اللي عندها علاقه بالدومين ديال السيارات او الاوتوموبيل اون جينيرال، حيت هاد الدومين مكلفه به واحد الشركه اخرى سميتها هاند فاكس كاما. وانتو كنرجعوا للحالات اللي هي ستوندار ديال ايهاكا فوزا، وهي عندها جوج ديال الانواع ديال الاعترافات. كاين اعتراف كامل وهو تيتعطى للناس اللي ديجا عندها اكسبيريونس اكثر من 14 شهر من مورا ما خدها الدبلوم، وكاين اعتراف جزئي اللي تيتعطى للناس اللي ما عندهاش اكسبيريونس او لا عندها ولكن قل من 14 شهر. وبيناتهم ما كاينش فرق، حيت بجوج ممكن الواحد يجي بهم لألمانيا. ممكن نقول لك اللي غياخذوا اعتراف كامل تيكون عندهم شويه حظوظ اكثر باش يلقاو دغيا شي شركه فين يخدموا بحكم التجربه والاكسبيريونس، ولكن هذا ما كيعنيش باللي الاخرين ما تيلقاوش او لا ما عندهمش حظوظ. خاص غير الواحد يكون كومبيتون وعارف مزيان الدومين ديالو وغادي يلقى 100%. دونك باش تدفع الاعتراف شنو غادي خصك كاع؟ اول حاجه غيخصك تعمر واحد الفورمولير اللي غتلقى اللين ديالو لتحت في الديسكريبسيون. ثاني حاجه غيخصك تاخذ دبلومات ديالك ولي غولفي نوت ديالك عند مترجم معترف به عند القنصليه، وغادي نخلي لك لا ليست ديال كاع المترجمين لتحت في الديسكريبسيون. وبالنسبه للناس اللي يلاه نجحات راه اتيستاسيون بريوسيت كافيه باش تدفع بها. ثالث حاجه الا كنتي ديجا خدمتي وعندك اكسبيريونس او لا درتي شي فورماسيون ديكور، عندك اتيستاسيون دو ترافاي اتيستاسيون دو ستاج، غيخصك حتى هما تترجمهم. موراها ديريكت غادي خصك تشد كاع داكشي اللي ترجمتي والاوريجينال ديالهم، غادي دير لهم فوتوكوبي وتغاليزيهم وتصيفطهم مع الفورمولير اللي قلت لك في الاول غيخصك تعمره، وفوتوكوبي ديال الباسبور والسي في اللي خاصو يكون مكتوب بالالمانيه، وواحد الورقه خاص تجيبها من الاداره فين قريتي اللي فيها شنو قريتي في الفورماسيون ديالك، وتصيفطها لهاد لادريس اللي غادي نخلي لك دابا. وإلا تبعتي هاد الشيء كامل اللي قلت لك غتكون عرفتي لا بروسيدور باش دير اعتراف الدبلوم ديال التكوين المهني. وفي الاخر كنتمنى تكون استفدتي من هذا الفيديو، وشكرا، والحلقه الجايه ان شاء الله.